هل كنا تعلم أن نسبة كبيرة من الرجال يكتشفون خيانة شريكاتهم في وقت متأخر جدا بعد أن تكون الأمور قد تعقدت بشكل كامل؟ أمر صادم، أليس كذلك؟ لكن لا تقلق، لأنني اليوم سأقدم لك مجموعة من الأفكار المهمة التي قد تغير فهمك لعلاقتك بالكامل وتمنحك وعياً أعمق بما يحدث من حولك. وقبل أن نبدأ، إذا كنت من الأشخاص الذين يسعون لتطوير حياتهم وتحسين علاقاتهم، فلا تنسى دعم المحتوى بالإعجاب والاشتراك في القناة. والآن دعنا ندخل في الموضوع مباشرة. ركزوا جيدا أيها الأصدقاء، لأن ما سأشاركه قد يساعدكم على فهم بعض الجوانب العميقة في سلوك الإنسان داخل العلاقات. ربما سمعت سابقا أن النساء بارعات في إخفاء نواياهن الحقيقية، وهذه ليست مجرد خرافة. فعندما يتعلق الأمر بالخيانة العاطفية، غالبا ما تكون النساء أكثر حذرا ودقة من الرجال. فبينما يترك كثير من الرجال إشارات واضحة عند الخيانة، تستطيع بعض النساء إخفاء تصرفاتهن بدقة لافتة وبطريقة يصعب اكتشافها في البداية. لكن لا داعي للقلق، لأنني اليوم سأكشف لكم 4 عبارات شائعة قد تستخدمها المرأة أحيانا في مثل هذه الحالات. هذه العبارات تمر غالبا دون أن تثير أي شك لدى الرجال. تخيل للحظة ماذا لو كانت كلمات شريكتك تحمل معاني لم تنتبه لها من قبل؟ هل أنت فعلا مدرك لكل ما يحدث في علاقتكما؟ وهل سبق أن سمعت إحدى هذه العبارات دون أن تفهم دلالتها الحقيقية؟ انتبه جيدا، لأن هذه المعلومات قد تصنع فرقا كبيرا بين العيش في وهم واكتشاف حقيقة قد تغير نظرتك لكثير من الأمور. العبارة الأولى هي هو يفهمني. إذا كانت شريكتك تذكر شخصا آخر بشكل متكرر، وخاصة بأسلوب إعجاب أو تقدير واضح، فقد يكون ذلك إشارة تستحق الانتباه الجدي. قد تبدو عبارة هو يفهمني بسيطة وبريئة في الظاهر، لكنها أحيانا تحمل معنى أعمق بكثير مما تبدو عليه. فقد تدل على أنها بدأت تبني رابطا عاطفيا مع هذا الشخص، رابطا قد يزداد قوة وعمقا مع مرور الوقت دون أن تلاحظ. هذا ليس مجرد مقارنة عابرة كما قد يبدو، بل قد يكون تلميحا إلى أن هناك من يشعرها بالفهم والتقدير أكثر مما تفعله أنت في الوقت الحالي. وفي بعض الحالات قد يكون ذلك بداية لعلاقة عاطفية قد تتطور لاحقا إذا لم تدرك ما يحدث مبكرا. كما قد يشير إلى أنها تخلق تدريجيا مسافة عاطفية بينكما بينما تبحث عن الراحة والفهم في مكان آخر. إذا لاحظت تكرار المقارنة أو المديح الزائد لهذا الشخص، فمن المهم أن تفهم من هو وما دوره الحقيقي في حياتها. فهم هذه الإشارات يساعدك على رؤية الصورة الكاملة بشكل أوضح وأكثر دقة. العبارة الثانية هي لا تقلق، سأخرج مع بعض الأصدقاء. في الظاهر تبدو هذه العبارة عادية جدا ولا تستحق التوقف عندها، لكن في بعض الأحيان قد تخفي تفاصيل أكثر تعقيدا مما يبدو. الأشخاص الذين يخفون شيئا ما غالبا يستخدمون تبريرات بسيطة وروتينية لتغطية تحركاتهم. وعبارة الخروج مع الأصدقاء قد تكون وسيلة مريحة لتجنب الأسئلة والشكوك، مما يمنحها مساحة لقضاء وقت خارج المنزل بطريقة لا تكون واضحة لك. إذا تكررت هذه العبارة كثيرا أو لاحظت تناقضا في كلامها عند السؤال، فمن المهم أن تبقى منتبها. عندما يتحول هذا العذر إلى عادة متكررة مع تفسيرات غير واضحة أو متبدلة من مرة لأخرى، فقد يشير ذلك إلى وجود أمر لا تعرفه بعد. الانتباه لهذه التفاصيل الصغيرة يساعد في الحفاظ على الصراحة والوضوح داخل العلاقة. العبارة الثالثة هي أحتاج إلى مساحة شخصية أكبر. طلب المساحة الشخصية قد يبدو أمرا طبيعيا وصحيا، لأن كل علاقة تحتاج إلى توازن واستقلالية. لكن في بعض الأحيان من المهم التعمق في معنى هذا الطلب فعلا. فقد تكون الرغبة في المساحة وسيلة لقضاء وقت بعيد عن العلاقة وربما مع شخص آخر،
رغم أن هذا الطلب قد يقدم على أنه من أجل التطور الشخصي والنمو الذاتي. في بعض الحالات قد يكون هذا الطلب طريقة لخلق مسافة عاطفية أو جسدية تدريجية. إذا لاحظت أن هذه المساحة تبعدها عنك بشكل واضح ومتزايد، أو أن التواصل بينكما بدأ يقل بشكل ملحوظ دون تحسن حقيقي في الأمور، فقد يكون ذلك مؤشرا يستحق التفكير الجدي. تجاهل هذا التغيير قد يؤثر على استقرار العلاقة على المدى البعيد. العبارة الرابعة هي علي العمل لوقت متأخر الليلة. يعتبر العمل من أكثر الأعذار استخداماً لتبرير الغياب الطويل. إذا بدأت شريكتك فجأة تتحدث عن العمل لساعات متأخرة بشكل متكرر، وأصبح الأمر نمطاً ثابتاً يتكرر بانتظام، فقد يكون من المفيد الانتباه لهذا التغيير المفاجئ. صحيح أن العمل المتأخر قد يكون مبرراً حقيقياً في بعض الحالات، لكن في أحيان أخرى قد يستخدم كغطاء لأنشطة مختلفة لا تعلم عنها شيئاً. عندما يصبح هذا الأمر نمطاً متكرراً، من المهم مراقبة أي تغييرات واضحة في جدولها أو تصرفاتها المصاحبة لذلك. هل زاد اهتمامها بمظهرها عند الخروج؟ هل أصبحت أكثر سرية في استخدام هاتفها؟ هل تجيب على أسئلتك بإجابات مقتضبة ومتبدلة؟ اجتماع هذه الأمور مع بعضها يشكل صورة أوضح مما تعطيه أي إشارة منفردة. وفي الختام، كيف تتعامل مع هذه العلامات بشكل صحيح وناضج؟ الأمر الأهم الذي يجب أن تتذكره هو أن ملاحظة هذه الإشارات لا تعني التسرع في الحكم أو توجيه الاتهامات المباشرة. فقد تكون لهذه السلوكيات تفسيرات مختلفة تماماً عما تظن. الأفضل دائماً أن تستخدم هذه الإشارات كنقطة بداية لفتح حوار صريح وهادئ ومبني على الثقة. التواصل الصادق هو الأساس الحقيقي في أي علاقة ناجحة. إذا لاحظت نمطاً من هذه الأنماط، عبر عن مخاوفك بهدوء دون اتهام مسبق، وحاول فهم ما يحدث من جميع زوايا الموقف. لأن العلاقات الصحية تبنى على الوضوح والصدق المتبادل، لا على الشك الصامت الذي يتراكم دون أن يعالج. إذا أعجبك هذا المحتوى، فلا تتردد في الضغط على زر الإعجاب ومشاركته مع من تعتقد أنه يحتاجه، ولا تنسى الاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من المحتوى المفيد. شكراً لوقتك ودعمك الدائم.